لقاء وموعد مع المشاهير، والنهاردة هنتكلم عن أحد أبرز رموز الإعلام العربي الجريء، الإعلامي الراحل حمدي أنديل. نبذة مختصرة عن حياته. ولد الإعلامي حمدي أنديل يوم 26/2 عام 1936. ولد لأسرة ترجع أصولها لمحافظة الشرقية، وكان جده الأكبر أنديل خليل عمدة قرية المحمودية بمركز هي عام 1830. درس في كلية الطب، ولكن حبه للصحافة جعله يمارس الصحافة وترك الطب. بدأ يمارس الصحافة وتم اختياره مديرا لتحرير مجلة الكلية، والتي لم تستمر طويلا وتم إغلاقها بسبب جرأتها. وكان الصحفي مصطفى أمين وقتها متابعا لأعماله، فعرض عليه العمل بمجلة آخر ساعة، ودرس الصحافة بكلية الآداب وتخرج منها في الستينات، وعمل كصحفي بجريدة أخبار اليوم. ثم بعد ذلك عمل كمذيعا بالتلفزيون المصري. أظن مفيش حاجة تحبط قد المقارنة المؤسفة بين مناضل ضد إسرائيل حسن نصر الله، نلاقيه كامن في مخبأه طلع إشاعات إن إسرائيل حاولت تغتاله بالسم على طريقة ياسر عرفات. الناس مش قادرة تطمن عليه. المناضل ضد إسرائيل في مخبأ، وحقق نجاحا كبيرا من خلال برنامجه أقوال الصحافة. وفي فترة الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000 قدم العديد من البرامج السياسية مثل برنامج رئيس التحرير، وحاول من خلال برنامجه دعم القضية الفلسطينية وهجومه الشديد على أمريكا وعلى صمت الحكومات العربية، فساءت علاقته بالنظام المصري مما أدى إلى إيقاف البرنامج. في قصور الرئاسة العربية. يا أمة جاحدة، يا أمة ناكرة، يا أمة ذليلة، يا أمة واهنة، يا أمة تلفانة، يا أمة عدمانة، يا أمة أونطة، يا أمة كل اللي شغلك النهاردة مسلسل هشام وسوزان بعد مسلسل تامر وشوقية. يا أمة كانت أمة محمد، بقينا أمة مهند. شغل عدة مناصب، منها رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية، ومدير الإعلام في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، والمتحدث الإعلامي للجمعية الوطنية للتغيير أثناء ثورة يناير، ومدير الشؤون المالية والإدارية في شبكة راديو وتلفزيون العرب لمدة 3 سنوات. وعمل كمقدم لبرنامج قلم رصاص في تلفزيون دبي وقناة ليبيا الفضائية، ومقدما لبرنامج رئيس التحرير في قناة دريم الفضائية، ومقدما لبرنامج مع حمدي أنديل في راديو وتلفزيون العرب، ورئيس تحرير وبرنامج أقوال الصحف في التلفزيون المصري. ونال جائزة شخصية الإعلام في عام 2013 من جائزة الصحافة العربية. دون سيرته الذاتية في كتاب بعنوان عشت مرتين الذي صدر عام 2014. تزوج الإعلامي حمدي أنديل 3 مرات، أشهرها وآخرها زواجه من الفنانة نجلاء فتحي حبيبة الملايين في بداية التسعينات، والتي فضلت بجانبه حتى وفاته. رحل عن عالمنا يوم 31/10 عام 2018، تاركا خلفه بصمة جريئة في عالم السياسة والصحافة والإعلام. رحم الله الإعلامي حمدي أنديل.